بما انهم بقى بيقولوا عن الصعيدي ان هو مش بيفهم، فبيقول لك ايه بقى. مرة واحد صعيدي مرة واحد صعيدي من اللي ما بيفهموش دولي وصل انه يبقى اعلى راس اسلامية في العالم كله. احمد الطيب، تعرفيه ولا ما تعرفوهوش؟ مرة واحد صعيدي من اللي بيفهموش دول لو كان شافك في قطر ولا في اتوبيس واقفة وهو قاعد، شهامته ما تخليهوش يقعد، كان هيقعدك. مرة واحد صعيدي لو هو ابوك كان ربك احسن تربية وخلاك احسن من كده بكتير. مرة واحد صعيدي لو هو انه اخوك كان سطرك وعلمك وجوزك وشال من كتافه وادالك. مرة واحد صعيدي لو هو جوزك كان ستتك في البيت وما خلاكش تطلع تشتم على سيادتك وتقولي مرة واحد صعيدي ما بيفهمش. مرة واحد صعيدي ميت لي يمكن 40 30 40 سنة هو وواحد واثنين ثلاثة تانيين، عبد الباسط عبد الصمد والمنشاوي، لحد دلوقتي بلدك ولا العالم العربي كله ما عرف يجيب حد يقرا يحفظ القرآن زيه. عبد الباسط عبد الصمد، محمد صديق المنشاوي، محمود المنشاوي، محمود صديق المنشاوي. مرة واحد صعيدي من اللي ما بيفهموش دولي، انت عارفة عمليا حررك من العبودية، خلاك بدل ما كنت تشتغلي عند الباشي وفي الوصية بتاعت الباشي وفي الوصية بتاعت الإقطاعيين، حررك وخلاك بلد لك جيش ولك دولة ولك اسمه جمال عبد الناصر كان رئيس الجمهورية. هم دول الصعايدة اللي ما بيفهموا.